اليوم الكل يتكلم عن ديربي النصر والهلال، لكن لاعب الهلال الجديد بابلو ماري عنده إنجاز تاريخي ما حد يعرفه. تخيل لاعب إسباني ما كان نجم في الفئات السنية وعمره ما لعب مباراة رسمية في الليغا، لكن كتب اسمه في تاريخ كرة القدم. بابلو ماري قلب دفاع إسباني، بدأ مسيرته في أندية متواضعة في الدرجة الثانية والثالثة في الدوري الإسباني، تنقل كثير ولا لعب مباراة رسمية في الدوري الممتاز. وفي الوقت اللي كل لعيبة العالم يحلمون يلعبون في الدوريات الخمسة الكبرى، قرر بابلو ماري ينتقل للبرازيل، منبع مواهب كرة القدم. مع فلامينغو في 2019 حقق الدوري البرازيلي وكأس الليبرتادوريس، وصار أول إسباني في التاريخ يحقق كأس الليبرتادوريس. الغريب إنه قرر يختار رقم 24 اللي هو رقم مشؤوم في البرازيل، وقدر بابلو ماري يحول من رقم مشؤوم إلى رقم تاريخي. بعدها انتقل لأرسنال، لعب معاهم فترة بسيطة، مستواه كان كويس بس ينصاب كثير. بعدها قرر ينتقل إلى إيطاليا. في 2022 قرر بابلو ماري يروح يتسوق، فجأة جاء شخص مع سكين وقرر يطعن الموجودين. بابلو ماري كان أحد المطعونين في هذا الحادث، ولو مو طوله وشوية سنتيمترات كان ودع الملاعب. كثير ناس قالوا مستحيل يرجع بعد هذه الحادثة، لكن بابلو ماري رجع يلعب كرة قدم من جديد بعد الحادثة. قصة بابلو ماري تثبت لك انه مو لازم تبدأ من القمة، ولا لازم تكون نجم وانت صغير، لكن لا تستسلم وواصل تحاول. في النهاية لو عجبتك القصة اكتب لي رايك في الكومنتات، ولا تنسى تسوي لي فولو ولايك، ونشوفكم على خير.